السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ بسوي معاكم اليوم منسف. اول شي طبعا شنو هني، انا فحت اللحم مع شوية دارسين وشوية هيل، لا تكثرون. ضفت اللحم الحين، راح اضيف عليه الثوم. لازم تحمسين شي طيب، شي عدل، عشان انا ترى هو مو مطلوب منك انك تفوحينه بدارسين وهيل. انا فحته بهيل دارسين عشان لا يطلع ساعات اللحم تطلع منه زنخه صفرة، فما ابي يكون في نقطه صفرة. الحين حط مثل ما قلت لكم بصل وزيت وثوم، احمس. بعدين راح اضيف عليهم البهارات اللي قلت لكم عليها. الحين راح احط هذا البهارات، ترى بس سهله، ما تتخيلون ايش كثر سهله. بعدين راح اضيف عليه هذا الجميد. انا قبل كنت احط جميد اللي يسوونه هم بالبيت، تجيب لي رفيجتي سوريه خالتها او مريلها اردنيه، هيك قلت استحي اخذ منها، وجربت الجميد هذا لذيذ، هم لذيذ يعني. عجبتني طريقتها تصدقون. هذا الجميد خذيته من جمعيتنا، فيه 2، بدل ما يكون واحد كبير هذا 2 حق استعمالين. حيل عجبتني طريقة. كبشرا يا حريم كبشرا. بعد ما حمست عدل الحين راح اضيف الجميل واخليه يطبخ على من مهله لين تسبك معي. بعدين راح اسوي معاكم العيش، اضيف عليه شوية ماي. شوف يم يم يمي، اعطيني ماي سيدي، اي ما خالف يبي يصير حار معه. انا راح ازيده لان بخليه ينضى، لان فحت اللحم نصفه مفوحه، بس فحت اللحم نص فوحه فابي ينفاح معاه. هم ياخذ يعني فحته تقريبا ساعه، الحين راح ياخذ له بعد ساعه وبس. والله بسوي معاكم شوي العيش. الحين بسوي العيش. اول شي بحط ثوم، تدرون لما تحرقون الثوم يعطي طعم العيش غير. زيت وعيش، بس يتغير لونه يصير بني راح اضيف عليه البصل. هذه البهارات اللي قلت لكم عنها، كان مكتوب عليها بهارات المنسف اللي قلت لكم عنها من حولي ماخذتها. حولي شارع بيروت، المحل اسمه ويش، اصور لكم بعدين. شركة الأرض الطيبة للمواد الغذائية، وهذا رقمه اللي حابة تشتري من عنده. شوفوا تغير لونه صار بني شوية. الحين راح أضيف البصل. حط البهارات. العيش أسهل من اللحم بعد، نفس الشيء. ثوم تحرقينه يتغير لونه، مو تحرقينه مرة واحدة يصير أسود، يتغير لونه يصير بني عشان يعطي نكهة. بعدين أحط البصل وبهارات المنسف. بعدين راح أحط العيش وماي وملح فقط. راح أحط العيش وأحركه. الحين أحط الماي، ترى بحط عليه شوية كركم عشان يعطي لون صفار. لا تكثرين الماي، هيك بس يغطيه المية، بس يغطيه. شفتوا؟ يعني لما تحركينه كذي يكون واضح، ما تحسينه وايد ماي. عيش التموين ما ياخذ ماي وايد، نقعينه نص ساعة وبس. والحين اضبط ملحه وسلامتكم وتعيشون، ننطر وقت التقديم. حطيت شوفوا شوية كركم، الحين حطيت الملح، ما راح اكثر ملح لان المنسف اساسا يجي شوي مالح. خلاص واغطيه وانطر يتسبك معي. شوفوا انا ما احط كريمه، بس المتابعه قالت حطي كريمه، بحط كريمه شويه، اتوقع تطلع حلوه، بس انا خايفه انها تكون ثقيله. حطيت شويه ما حطيت وايد، واخليها
هي اتوقع تطلع حلوه بس ما ابيها تكون ثقيله. انا اشوف الدهن اللي طالع فوق هذا عيب المنسف، يطلع دهن فوق. بس شنو لذيذ، انا قبل ما كنت احبه، ذقته بالاردن تخيلين ما عجبني. لما انا بديت اسويه حتى اهلي يقولون لا. عندي واحده من رفيجاتي هم كانت رايحه الاردن تقول لا لا لا, لا مالك وايد احلى. الحين اخليه يتسبك، بعدين اضيف اخر شيء عليه الثوم. عندي شويه ثوم ضفته عليه. يا اخي انا شنو احب الثوم، والثوم له فوائد ترى مو طبيعيه. خليه الحين خلصنا تقريبا. الحين وقت النشاب حطيت خبز صاج كذي. وقت الحين بقت تنفس علي يعني. اوكي راح احط العيش الحين شويه، احط عليه واحط اللحم. طبعا المروق هني شويه خضره عليه، كزبره او بقدونس اللي عندك هون. بعدين اخر شيء مكسرات. الحين اخر شيء، اخر خبر، حطيت عليه الخبز هذا اللي هو الصاج واغطيه، والمروق هم اغطيه، وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية.